بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنقول لك نصيحة مني تعمل إيه بعد ما خلصت كتاب لينكس بيزكس فور هاكرز أو اتفرجت على كتاب لينكس بيزكس فور هاكرز من شرح يعني وتلخيصي ليه بالعربي يعني. وأنت أساسا اتعلمت إيه في البلاي ليست دي كلها أو اتعلمت إيه في الكتاب كله. في الاول انا بس عايز اوضح حاجه بالصوره دي ان البلاي ليست اللي انا عملتها دي كلها ما تعتبرش انا اللي عاملها او يعتبر اللي هو انا اللي مخترع الحاجات اللي فيها يعني. هي كلها انا بس ايه حاجه عامله زي النوتس بتاعتي عن الكتاب يعني. انا مثلا اذاكر فصل او ما يطلع شرحه يعني هو الكتاب هو اللي كان بيعمل اي نعم انا كنت بزود على حاجات كتير عن الكتاب. وانا ما انصحش ان حد مبتدئ يقرا الكتاب كاول مره اول تعامل كده مع لينكس ممكن يتابع الفيديوهات بتاعتي عشان لحد ما برضه اكون م- ووضحت حاجات اكتر للمبتدئين وفهمت الدنيا. لكن شخص اول مره ما يعرفش لينكس يمسك الكتاب يقراه ما رجحهاش ممكن يشوف حاجه بسيطه خالص عن لينكس كورس صغير خالص عن لينكس او يتفرج على السلسله بتاعتي هنا اللي انا اتكلمت فيها عن لينكس يعني وكده. فايه انا بس هو الكتاب هو انا كنت بلخصه وبشرحه يعني انا ما عملتش كورس يعني او حاجه زي كده خاصه يعني اللي انا اخترعت الحاجات اللي فيها. بس كنت بزود بس حاجات بسيطه النوتس بتاعتي حاجه خفيفه يعني. تمام انت اتعلمت ايه في الكتاب كله؟ دي الشابترز بتاعت الكتاب. احنا كل شابتر الحمد لله اتكلمنا عنه في فيديو كامل وشرحناه بالتفصيل وزودنا عليه حبه حاجات. اول حاجه اتعلمنا اساسيات وحبه كوماند لاينز كده. واتعلمنا بعد كده ازاي تتعامل مع النص تضيف نص تمسح نص وتعدل عليه وكده والادوات بتاعته وتعدل بانه طريقه. اتعلمنا على الشبكات تغير الماك وحاجات كتير جواها والاي بي والدنيا بتاعتها وبرضه انا زودت من عندي كتير في الفصل دوت. في الاول مقدمه عن الشبكات كده بسيطه انا اتكلمت فيها. وبعد كده اتكلمت عن ازاي نزود ونمسح سوفت وير. وبعد كده اتكلمنا ازاي نتحكم في البرميشنز بتاعت الدايركتوريز وريد رايت اكسكيوت. وتعلمنا ازاي نتعامل مع البروسيس بتاعت الجهاز العمليات. وتعلمنا ازاي ايه هو الفاريبل ونعدل عليه والدنيا بتاعته. وتعلمنا ايه هو الباش سكريبتنج وتعمل ادواتك الخاصه او باستخدام الباش. وتعلمنا هي الارشفه والضغط. اتعلمنا الفايل سيستم والحاجات اللي فيها. اتعلمنا اللوجينج سيستمز واللوجز وازاي تمسحها وممكن تبقى في زي الهاكرز ان هو يمسح او يحط زي ما هو عايز. اتعلمنا الاباتشي سيرفيس. وتعلمنا الاس اس اتش وحاجات تانية اكتر. وتعلمنا ازاي تبقى سكيور اكتر وانونيموس بالاربع طرق اللي اتكلمنا عليهم انهم تور وفي ان وانكريبتد ايميل. وتعلمنا ازاي نفهم الوايرلس من الباسورد والواي فاي وتجهيز الاختراق. واتكلمنا كده عن حاجه بسيطه عن الاختراق بتاعه الواي فاي بس ما شرحناش يعني بتفاصيل كتيره او تعمق. اتعلمنا ايه هو الكيرنل وفايدته والدنيا بتاعته ايه. اتعلمنا ازاي تعمل اوتوميشن للتاسكس بتاعتك وتعمل تخليها تشتغل في وقت معين مش مهم تبقى قدام الجهاز. اخر فصل اتعلمنا فيه البايثون سكريبتنج بيزكس فور هاكرز. اساسيات بايثون كده الخفيفه حاجه للهاكرز وانك تعمل ادواتك باستخدام بايثون وده هيكون مفيد ليك ازاي. وتعاملنا كده على كام اداه عملي. تمام هتعمل ايه بعد ما اتعلمت كل ده؟ ده بص كنت منزله عندي تليجرام وفيسبوك ويوتيوب وكل حاجه ولينكد ان. بقول ان انت بعد ما تتعلم لينكس المواقع دي هتكون مفيده جدا. انك ما تنساش كومنت لاينز ممكن تخش كل اسبوع مرتين ثلاثه كده تلعب مع نفسك كده تجرب. ممكن اول اتنين دول بصراحه شايفهم مناسبين جدا للمبتدئين تعرف تتعامل معاهم. اغلب الالغاز اللي مش هتعرف تحلها انت ممكن تبقى عارف اللاين او الكوماند الاساسي بس هتفرق معاك الاوبشن او الارجيومنت اللي هي بتتكتب جنب الكوماند يعني يقول لك اعمل ملف اسمه باش. طب الباش دوت حساس طب لينكس هيتعامل معاه ازاي؟ اغلبها ليها فيها ايه لعب في الارجيومنت والاوبشنز وكده. بس يعني مش هتكون صعبه عليك ان شاء الله. تمام انت مثلا بعد ايه ما مشيت شويه في الحاجات دي طبعا انا بعد كده اكيد بنصحك اكيد يعني حتى قبل هنا انك تطبق عملي كل اللي احنا خدناه. اكيد في تطبيق عملي في كل حاجه فانت اكيد طبقت. ممكن تنضم للمجموعات اللي فيها اللينكس وبيتكلموا فيها لو انت واجهتك هي مشكله. تحاول بقى تطور نفسك اكتر في الباشنج او تطور نفسك اكتر في البايثون وتطور نفسك اكتر في الادوات واختبار الاختراق بتاعت البيدوشن تيستنج بس مش دلوقتي كده على طول فاهم. وطبعا لازم تجرب كل حاجه عملي. من خلال هنا ده هيخليك تجرب عملي وتبقى احسن. وفي طبعا حاجات على تراي هاك مي وهاك ذا بوكس بس انا ايه عشان ما اعرفش انا ايه التحديات بالظبط فايه بقول لكم بالعموم الحاجات دي بتاعت خاصه بلينكس بس. تمام انت مثلا بعد فتره نسيت حبه حاجات في لينكس وعايز تراجع وتشوف دنيتك تاني ممكن تروح على سايبر تالنتس هنا. منزلين 3 ساعات انا خلصتهم تقريبا في ساعه ونص او ساعتين. بيتكلم عن لينكس براكتس يعني مش هتتعلم منه حاجات زياده قوي. حاجه بسيطه خالص زياده كانت بتتكلم في التكست الكتاب ما اتكلمش عنها يعني. بس
95% من كل اللي هنا انت هتبقى عارفه اساسا، انت بس ايه مراجعه، يعني مثلا بعد كام شهر مثلا نسيت لينكس او حاجه، واكيد مش هتنساه لو انت يعني بتجرب وتعمل كل ده. ممكن تروح هناك كده ايه يعمل لك ايه ريفرش في الذاكره. تمام، طب انت هتعمل اساسا ايه بعد لينكس لو انت كنت ماشي في تراك السكيورتي؟ خلاص بعد لينكس والاوبريتنج سيستم اتعلمت كل الحاجه دي، هتخش على البرمجه، تعلم بقى برمجه الويب طبعا عشان تبقى ويب بنتستر، وبس كده هتمشي في السكه دي. تمام، الحمد لله خلصنا السلسلة بتاعتنا، شرحت الكتاب كله في شابتر شابتر، وأتمنى أكون شرحته كويس، وأتمنى يكون الله وفقني في كل ده، ولو في أي خطأ مني والتوفيق كله من الله أكيد يعني. ما تنساش تشترك في القناة وتتابعني على لينكد إن، أنزل أي حاجة إضافية، أنزل بنزل بوستات كويسة هتفيدك، أي نوتس عن كورس أنا باخده، حاجة زي كده. تخش جروب التليجرام تشرفنا هناك، وتابعنا على صفحة الفيس. وان شاء الله هنشرح كتب تانية لما اي كتاب ان شاء الله اجي اذاكره واشرحه. الكتاب الجاي ان شاء الله ان شاء الله ممكن يبقى بلاك هات بايثون، واللي بعده منتريشن تيستنج ان شاء الله. يعني ممكن احط كتاب في النص، ازود كتاب، امسح كتاب. يعني هو الواحد زي ما شرحت في حته الرود ماب، مفيش حاجه اسمها رود ماب مثاليه، كل واحد ايه بيعمل اللي عليه. وما تنسوناش من صالح دعائكم، واستمروا في التعليم لكي نزيد ونطور من المجتمع العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.